السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، صباحكم زي العسل وبالزيادة. أحلى صباح عليكم يا جدعان، وأحلى صباح على كل الناس. طبعا في الفيديو اللي فات لما حطينا ملح للحمام جات لي كومنتات ياما جميلة قوي. خلي بالك يا تربو من العنبري والمرقع، خلي بالك يا تربو العنبري والمرقع. فأنا ما ركزتش في الفيديو قوي، تمام. ولكن لما شفت التعليقات لما نزل الفيديو، طبعا أنا طلعت تابعت الموضوع ده، فلقيت فعلا العنبري بيجري ورا المرقع، والمرقع حن معاه. المرقع طلع نتايه. في اتنين كتبوا لي في الكومنتات المرقع، انا شاكك ان المرقع نتايه، فانا رديت عليه وقلت له شاكك ليه يا اخويا؟ اتاكد. طلعت نتايه. طبعا المرقع والقطقاطي والكام حمامه اللي فوق دول، القطاطه الاتنين والكام حمامه اللي فوق والطرطور، دول من الشبابات اللي انا كنت طريقه وسايبها. طبعا ولا زافوا ولا عملوا حاجه، فبوبتهم. وفي نتايتين كشفتهم منهم، وفي كام واحده سبتهم في الغيه هنا لسه ما كشفتهمش. فيعتبر المرقع دوت طيره انا ما كنتش كاشفها، بس اتكشفت لما طلعت مع الذكور على العرق. طبعا بشكركم، لان برضو دي حاجه لو عدتني فانتوا تشكروا اللي انتوا نبهتوني، وده مش تقليل من غوايتي ولا من اي حاجه، ولكن رايكم لما بتشاركوني بيه بيبقى على راسي من فوق. والله ينور عليكم، ما فيهاش تكبر. فعلا طلعت انتبهت للمرقع طلع نتايه، لكن تمسكوا عظمه قافل من تحت، الشوكتين قافلين، جريده عريض، فرد حمام دماغه فايره، فذكر يعني هو كشكلا ذكر، فما فيش حاجه هتكشفوا لك غير اللي هو يزوف او الطيره تزوف. انا كان عندي في يوم من الايام مسود، كنت برميه وهو زغلول وصم، ورميته عصاري وخلص في العصاري في اخر السنه، لقيت فيه حصوايه، في الباب بتاعه بعد سنه كامله، يعني بعد قلشين طلعت نتايه في الاخر. وبتحصل كتير مع ناس كتير، بيبقى فرد حمام خشن. فالمرقع احنا نزلناه تحت خلاص. النهارده هنفتحها على الحمامتين. طبعا انا سبت تشت الميه من اول امبارح وامبارح، وشلت لهم امبارح اخر النهار. نزلوا امبارح خدوا دش فيه حلو وظبطوا حالهم، فحاسبهم كده يومين ثلاثه، وبعد كده هبدا اللي انا احط لهم تشت ميه نضيف. في اخ عزيز عليا من الجيزه، راجل كبير هو وغاوي، فهو هسالني سؤال، قال لي انت ليه بتحط الملح في الميه علشان الحمام يستحمى؟ بص يا باشا، اخر ريشتين دول اسمهم الصمه والعديله، تمام؟ اخر ريشتين في الحمامه، الريشتين دول اكمنهم اقوى عصب فيهم، فالريشه بتطلع بجراب كده، جراب مدمم وبينشف، وبعد كده تبقى الريشه صلبه. بس الجراب ده بيبقى موجود، الجراب بيبقى موجود. فايده الملح ده اللي هو يكوي مكان الدم اللي كان طالع، ويكوي مكان الجراب ده، وينشفه، يحمصه وينشفه مع الشمس. دي فايده الملح. والخل فايدته للحشرات، زمان كده الناس كلها بتحمي بخل، فده فايده الملح اللي هو بيكوي مكان ما الريش ما كان طالع، تمام، وبيحمصه وبيحرق اي حاجه موجوده. وتاني حاجه بالنسبه للخل، علشان لو في حشرات بننزلها من على الحمام. خلاص، ده السؤال اللي جالي. النهارده هنفتحوا الحمامتين ونتفرجوا النهارده عليهم، ونشوف الحمامتين النهارده وصلوا معانا لحد فين، واحده واحده كده، ويلا بينا نتفرج. يلا كده هنقوله بسم الله ما شاء الله. معلش عشان ما جبتش الستاند ده انا معايا بقى النهارده، بس هفرجكوا على الحمام وهو بيطلع اهو. يلا 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 اطلع بقى، اطلع. لما انت فكيت نفسك امبارح وكنت عامل زي القرد، في ايه؟ انت كنت زي القرد امبارح. اهو ركز انت بقى في شغل الحمامتين النهارده يا باشا. بصوا هما نازلين يشيلوا مين؟ القطقاطي اهو. ركز في شغل الحمامتين النهارده كده واتفرج عليهم، وقول لي النهارده اتحسنوا ولا لا. لسه ما حطيتش رايه، لسه ما حطيتش رايه. طب امتى هتديهم رايه يا ابو الترابيب؟ لما يبداوا يتقلبوا. هم لسه ما تقلبوش كل ده،
هو كل ده بيدوروا هنا اهم. كل ده بيدوروا فين؟ في نطاق الغيه فوق مني اهم اهم. بيدوروا في نطاق الغيه. امتى بقى؟ لما احس ان هم بدأوا يتقلبوا ويتقلبوا شمال ويتقلبوا يمين ويبدأوا يسخنوا، تبدأ كتفاتهم تسخن معايا. اول ما تبدأ كتفاتهم تسخن معايا ابدأ هنا اللي انا اعمل ايه معاهم بقى؟ اديهم رايه. فبعمل ايه بالرايه علشان اوسع النفس ده واحده واحده؟ بعمل ايه؟ النهارده مثلا طاروا 5 دقايق، خلاص قوم جاي بعد كده فاتح عليهم وحاطط لهم الرايه لمده 10 دقايق. هما كده بص اهو عاوزين ينزلوا اهو، عاوزين ينزلوا واحده واحده. الشاره بس طبعا هيحط اول واحد اهو، هنتفرجوا مع بعض عليهم كلهم وهما بيحطوا. طبعا انت لما بتيجي يا باشا بتهوي كله في بعضه، ها، اولى بتانية بدوره بكله مع بعضه كده، بيفك نفسه مع بعضه اهو. بصوا ايوه، بصوا الكنسه اللي بيكنسوها دي هي دي اللي بتسخنهم. تمام. هنفتح بقى مين دلوقتي؟ هنفتح القطقاطي ده ونفتح دونجل هيطلع يعمل له دوره ويجي على العرق اهو، دوره وعلى العرق. والقطقاطي التاني لسه ما طلع. بصوا حنجل قام وراه على طول عندوش وقت يا عم الحاج. هيجوا الاتنين يحطوا على الغيه دلوقتي اهو وكله ورا منه اهو. في اللي حط اهو، وادي القطقاطي بيحط اهو ورا منهم على طول اهو. مذاكر انت كده بقى ولا مش مذاكر؟ ذاكر عشان تنجح، ذاكر عشان تنجح. بصوا الحمام عشان انا سبت البيبان مفتوحه، بصوا نزل ايه، يطرق الباب على طول. بص عاوزين يخشوا البيبان، لا هسيبهم شويه، هقفل البيبان اهي وهسيبهم شويه. اقفل البيبان ونسيبهم شويه. انت ما طلعتش ليه؟ يلا اطلع. بصوا يا جدعان، اطلعوا بالراحه، لسه ما فكش نفسه ده اهو. بصوا بقى هنا، بصوا ده شاب من الشبابات، بصوا لسه قالع ريشه ازاي. ده شاب اهو، ده طلع ذكر. تمام. اودي شاب تاني لسه ما كشفش، ممكن يطلع نتايه، لسه ما كشفش ولا شخور ولا زف ولا تاني اي اماره. تمام. وده لسه ما كشفش، وبتمنى يطلع منهم طيره ولا ترتين، والله بتمنى اهو. لسه ما كشفش اهو، لسه ما كشفش. ده لسه ما كشفش. ادي عندنا فوق كده في الراس 6 حمامات ما كشفوش. والمسود ده اهو لسه ما كشفش، بس سايبهم لان دول برضو ما خدوش حقهم معايا، ما خدوش حقهم في الغايه يا جدعان. بصراحه ربنا اتظلموا في اتشارهم، اتظلموا في جردهم، ولا اتجردوش، ما جريوش، فكانوا مظلومين. من ضمنهم اللي هو يعتبر برضو الاتنين القطاطه دول والطرطور ده. بس النهارده انا عملت ايه؟ زقتهم واحد في واحد في الكبير. بس وقت الجري والحرب والكلام ده كله مش هينفع احطهم فيهم علشان الحمام ده مش هيستحمل تماسي. ولكن دلوقتي انا بعمل ايه؟ ببدا ان انا انشطهم مع الحمام الكبير اهو، بنشطهم مع الحمام الكبير اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا كان راح ينقل، بصوا هو كان راح ينقل. يلا القطقاطي ده مش هيقدر يطير، ده لسه شويه عليه، هما كده هيقوموا شويه مع شويه وانتوا يلا معاهم وانتوا شايلين بعض. طبعا المرقع انا نزلته، المرقع طلع عن تاني نزلتها. الحمام ده يا جدعان ادوني بالظبط كده اسبوع
ادوني اسبوع يكون الحمام ده بيتحط في وشه رايه. ادوني اسبوع و10 ايام حسب ما هم هيقولوا لي ان شاء الله كده باذن. بس انا شايف اسبوع ان شاء الله باذن الله. شايف في خلال اسبوع من اسبوع ل10 ايام هتكون الرايه بتتحط في وشهم، ونبدا اللي احنا نوسع نفسهم. يحطوا بس كده كلهم يحطوا. ايوه بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بعنا 33 واحده اللي كانوا برضو موجودين مع دول بنرميهم. فبرضو يا جدعان بالحمامتين اللي موجودين هنخش بيهم ان شاء الله باذن الله. متع نفسك ولو ب10 حمامات. عجبتني قوي تعليقاتكم لما قلت لكم في واحد بيقول لي ايه 13 حمامه يا ابو 13 حمامه. عجبتني قوي كومنتاتكم والله. يعني من ضمن الكومنتات اللي انا مفتكرها وبضحك قوي عليها واحد بيقول لي ايه طب يا عم ربنا يدينا انا واعمل 5 حمامات بس اطير بيهم اتفرج عليهم طايرين 5. فالحمد لله الواحد في نعمه. الحمد لله ربنا كرمنا برضو، وهنعملوا فيديوهات حلوه وهنصوروا الدنيا هنا فيها ايه. كان في مجال هيتنصب ما عنديش مشكله، مفيش مجال برضو هصور لكم وهصور لكم اللي بيحصل ان شاء الله. وهنتمتعوا بالحمامتين مع بعضينا وان شاء الله يكون موسم سعيد علينا وعليكم يا رب. احلى صباح على كل الناس واحلى صباح عليكم، والتربو من غيتكم بيصبح عليكم والسلام عليكم.